يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الأفلام اللي صدرت في 2025، والفيلم المرشح ل9 جوائز أوسكار، وهو فيلم مارتي سوبرام. مارتي سوبرام كان منتظر جدا صدوره بشكل ديجيتال على المنصات، لأن كان في كلام إن هو من أهم الأفلام اللي اتعرضت، والفيلم كمان من إنتاج A24، واحد من أهم الاستوديوهات اللي بتنتج أفلام معتبرة جدا نقديا وجماهيريا. وكمان تيموثي شالامي واحد من أهم الممثلين في جيله. طبعا ده التجربة الإخراجية المنفردة الأولى لجوش صفدي بعيدا عن أخوه بني صفدي اللي صدر له في نفس السنة ذا سماشينج ماشين، والبعض شاف إن ده تعاون مثمر جدا مع ذا روك وطفرة في مسيرته، والبعض الآخر شاف يعني إن الفيلم لا يستحق كل الهايب اللي عليه والتسقيف اللي كان في المهرجانات. المهم خلونا في مارتي سوبرام. الفيلم بالنسبة لي كان زي ما بقول منتظر جدا للأسباب اللي قلتها، وهو فيلم بيتتبع حياة مارتي، لاعب كرة تنس الطاولة الموهوب جدا اللي ما عندوش مشكلة يعمل أي حاجة في الحياة في سبيل يوصل للي هو عايزه أيا كانت الخسائر، وبغض النظر مين هيكون ضحية اللي هيعمله. بعد ما اتفرجت على الفيلم كنت مهتم برضو أعرف القصة وراء صناعته وإيه الأفكار اللي دفعت إن الفيلم ده يكون موجود أصلا. الحقيقة هو الفيلم متاخد عن قصة حياة لاعب تنس طاولة اسمه مارتي ريزمان، بس الفيلم ما كانش مخلص قوي لقصته. هم أخدوا الأجواء والحقبة ومسار حياته أو الخط العريض في حياته، وبدأ جوش صفدي بقى يحط الأفكار بتاعته. ويمكن هو كان شايف إن الفيلم عن الطموح. الشخص ده راجل طموح جدا، وهو يمكن حتى ناس كتير قوي بيقولوا إن الفيلم فيه من روح شغل الصفديز، سواء جود تايم أو أنكات جيمس، من ناحية المونتاج والكلوز ابس الكتير في التصوير وكده. وهو صفدي مش بينكر ده خالص، بالعكس هو بيقول ان هو نفسه حاسس ان في شوية من الشخصية بتاعت مارتي من ناحية طموحه، ان هو كان عايز يعمل فيلم انكات جيمس، وان هو بعد ما عمله حس بالحالة كده اللي هو حس بيها بعد اخر مشهد ليه في اليابان لما كسب الراجل ووقع في الارض. خلاص حس كده بان هو يعني فقد طاقته كده بعد ما وصل للقطة محددة هو عايزها. بس احنا هنا الفيلم برضو، وهمشي ورا الكلام اللي هم بيقولوه، انا اعتقد ان انا متفق معاه بشكل كبير، مش عن الطموح بس، احنا كمان عن شخص نقدر نقول وحيد ومتوحد مع فكره وطموحه وحلمه. ويمكن هو كمان صفدي بيروح لبعيد شوية في الكلام يعني، ويمكن البعض يشوف ان ده عمق مفرط، وان كنت انا مش ضد التفسير ده. ان الفيلم بيتكلم عن الشخصية الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية اللي هو الفردية اللي بيعيشها الشخص في المجتمع. ويمكن الاهتمام بشخصيات المجتمع الأمريكي هنلاقيه منعكس على الشخصية اللي لعبها كيفن أوليري، وهي شخصية بتمثل رجال الأعمال في الحقبة دي شوية برضو حسب بعض التفسيرات والقراءات للفيلم. بس بعيدا بقى عن التفسيرات والقراءات والتحليلات، هل مارتي سوبرام فيلم حلو؟ بس فيه مشاكل. بالنسبة لي مارتي سوبرام فيلم مسلي جدا، واللي متابع البودكاست هيعرف قد ايه انا بقدر جدا ان فيلم يبقى مسلي. الفيلم يمكن مدته مش قصيرة، يقارب الساعتين ونص او ساعتين وتلت، بس في نفس الوقت في احداث كتير. ولكن هل الاحداث المسلية دي كان كلها كويس من ناحية الكتابة ومهم وجودها؟ مش حاسس بده قوي. وكمان كنت حاسس ان في بعض التفاصيل في الفيلم عبارة عن ان الفيلم عايز ينقلنا من نقطة لنقطة بغض النظر عن الطريقة اللي اتنقلنا بيها مقنعة ولا لا. ويمكن أكبر حاجة بالنسبة لي بتمثل الحالة دي هي الطريقة اللي مارتي شقط بيها الشخصية اللي لعبتها جوانيث بالترو. لأن لو رجعنا شوية وأنا هتكلم بقى بحرية حرق عن الفيلم، هنلاقي إن هو كلمها في التليفون وقعد يستلطف شوية ويحلو، وبعدين عمل الحركة بتاعت حدفة التفاحة في الطبق. مش حاسس إن ده كان مقنع. ممكن متفهم ان هي مش سعيدة مع جوزها، ممكن الولد عجبها اي حاجة، بس مش بالطريقة دي. يعني هو الحدث ممكن يحصل بس مش بالطريقة دي. هي دي مشكلتي مع الفيلم. يعني اهم خط فرعي مشى فيه الفيلم في النص التاني هي اللحظة بتاعت وقوع البانيو من دور على الدور اللي تحته والراجل بيحمل كلب. مش قادر اشتريها رغم ان هي لحظة متنفذة حلوة على فكرة، وهي دي اللي خلتني اتغاضى طول ما انا بتفرج على الفيلم. بس من ساعة
ساعة ما خلصت فرجة على الفيلم وانا بتساءل يعني عن مدى الحظ الفظيع. طيب هيقع من الدور اللي فوق والراجل بيحمي الكلب وهينزل على ايده وايده مش هيعرف يعمل بيها حاجة، فهيقول له خد الفلوس وروح اعمل كذا وعالج لي الكلب. انا حاسس ان الحدث كان مركب زيادة عن اللزوم، يعني هي مش مجرد صدفة سيئة، والصدفة السيئة في السينما او المسلسلات بتبقى احسن من الصدفة الكويسة في الحلول، لان هي حتى لو مش مقنعة 100% ولكن افضل اكيد من انك تلاقي حل جريمة او حل مشكلة بمنتهى السهولة يعني. بس الصدفة بقى كانت مركبة زيادة عن اللزوم، فخلت برضو في شيء كده من يعني مش هقول عدم الاقتناع ولكن غرابة الحدث شوية على المشاهد. ولكن العنصر التاني اللي كان مخلي كتير من مشاكل الفيلم في رأيي متدارية هي الإيقاع السريع اللي كان مختاره جورج سافدي للفيلم. ويمكن العنصر التاني اللي أقدر أقول إن هو سبب هو أداء تيموثي شالامي في الفيلم ده وكتابة الشخصية كمان. بس في رأيي إن أداء تيموثي شالامي كان عنصر مهم جدا، لأن الشخصية دي محتاجة ممثل كويس بصراحة. الشخصية مستحوذة على معظم الوقت في الفيلم، وكمان في تنقلات في الأحاسيس بتاعتها، وكمان كان في تحديات بدنية مش بسيطة خالص عملها شالامي علشان يقدر يعمل الدور ده بالشكل ده. الراجل بيقولوا من أيام الكورونا كان بيتمرن بينج بونج حتى في بيته، ولو بيسافر يعمل فيلم كان بياخد ترابيزة بينج بونج يتمرن عليها. فالواضح ان هو كان قد ايه مخلص في أدائه للشخصية وكان مجهز نفسه كويس. والشخصية بالنسبة لي كمان فيها حاجة غريبة جدا، هو كاريزماتيك قوي حقيقي، بس في نفس الوقت هو شخص ما تقدرش تحبه، او مش الشخصية اللي تحس ان انت معجب بيها قوي. ويمكن لو حد بيتفرج على افلام العصابات مثلا هتلاقوا ان في شخصيات مش كويسة اخلاقيا، مش كويسة، ولكن انت كمشاهد بتحس ان انت معجب بالشخصية دي، حاسس ان هو ذكي، عنده حيلة، مش مجرد كاريزما بس، هو عنده مجموعة من الحاجات مع الكاريزما مخليه الشخصية دي انت معجب بيها حتى لو مش متفق معاها اخلاقيا. ده بقى شخص انت مش متفق معاه اخلاقيا، وكان احساسي الشخصي وانا بتفرج ان اوقات كتير بحس ان هو حقير، لان هو عنده قدرة انه يقبل اي حاجة ممكن تخليه في وضع سيء جدا في سبيل حلمه، وفي نفس الوقت هو ما عندوش نوع من انواع التحوط او المعرفة عن اللي هو داخل عليه، وكمان ما عندوش ثقة في الشخص اللي هو بيقرر ان هو يحط نفسه في الوضع السيء ده معاه. تحديدا لو حد شاف المشهد بتاعه مع كيفن أوليري بعد ما اعتذر له وقال له انا مستعد اعمل اي حاجة، قال له طب هات المضرب من المكتب، انا كنت متأكد 100% انه هيطلب منه الطلب اللي طلبه ده، على فكرة مش عشان اي حاجة، عشان دي احقر حاجة كانت في دماغي وهو عملها فعلا. ده غير ان هو ما عندوش قدر كبير جدا من الذكاء الاجتماعي والحيلة. يعني بعد ما البوليس قفشوا هو والممثلة اللي لعبتها بالترو، هنلاقيه ان هو وهم رايحين يقول لها طب مش هتجيبي لي عقد تاني، صريح جدا في وضعته وحقرته. فده اللي خلى الشخصية محدش يقدر يحس ان هو على قد كاريزمته، او ممكن اكون ادق على قد قدرته على جذب اهتمامي. انا مش بحس ان انا كنت حبه او محترمه، وده مش لاي سبب ان انا كنت عايز الخير ينتصر ولا اي حاجة، رغم على فكرة ان في ناس بيشوفوا ان هو لم يعاقب اخلاقيا، ولكن انا في رأيي ان شخصية حالمة جدا وطموحة جدا زي ده ما كنتش لاقي له عقاب اكبر من ان هو ما يلعبش بطولة العالم فعلا. وفي نفس الوقت برضو انتصاره على الشخص الياباني حسيت ان هو وزن فكرة الانتقام بقى من الشخصية اللي بيلعبها كيفن أوليري، اللي بالمناسبة انا حسيت ان أوليري هو الشخص الرخم للدور الرخم. بصراحة عجبني الكاستنج بتاعه، وان كنت حاسس ان الراجل ده مش ممثل يقدر يكون موجود في ادوار كتير، وانا عارف ان هو مش ممثل، هو بيقال ان هو بيظهر في شارك تانك كتير بس انا مش متابع البرنامج الحقيقة، فاختياره كان موفق جدا. ويمكن الكاستنج من ضمن الحاجات الكويسة جدا، وترشيح اوسكار مستحق جدا لاحسن كاستنج الجائزة المستحدثة الجديدة. جوانيث بالترو كانت بالنسبة لي كويسة جدا في مكانها، حبيت ادائها وحبيت فكرة الشخصية بتاعت اللي راحت عليها وبتحاول ترجع للأضواء وهي اختارت الفلوس بس لسه برضو أحلام التمثيل بتراودها. ولكن أفضل كاستنج تشويس بعد شالامي في الفيلم هو أوديسا أزاين اللي لعبت دور صاحبته في الفيلم.
الفيلم ممثلة شاطرة جدا، وكانت على قد المسؤولية في موضوع التحولات ده. هي شخصيتها فيها تحولات كتير، واعتقد ان تواجدها معظم الوقت مع شالاميه في الجزء الثاني من الفيلم كان عنصر مهم جدا ان الفيلم ما يخيش في النص ده تحديدا. وزي ما قلت الكاستنج كان كويس جدا، وحتى الممثلين اللي عملوا ادوار صغيرة جدا زي اللعيب الياباني او صاحبه اللي هو اقنعه يعمل الكور الملونة، كل دي شخصيات كانت كويسة وفي مكانها، والممثلين كانوا مناسبين جدا ليها. من العناصر برضو اللي فيها حاجات كويسة وحاجات مش كويسة هي الموسيقى في الفيلم ده حسيت في لحظات ان هي كويسة جدا، بالذات اللي فيها وتريات في النص الاول من الفيلم في تراك كان حلو، والحاجات اللي فيها اصوات بشرية في النص التاني من الفيلم كان في تراك حلو جدا ومناسب. بس مثلا كان في تراك اعتقد في النص التاني برضو من الفيلم اول النص التاني عامل زي الفيديو جيمز شوية، حسيته مناسب لفيلم كوميدي في الثمانينات، ما حسيتش ان هو في مكانه. فالتباين في المستوى الموسيقي في الفيلم بالنسبة لي كان من الحاجات اللي يعني غريبة شوية، وان كان التراكس الحلوة في الموسيقى تخليني ما اعتبرش موسيقى الفيلم كلها وحشة، بالعكس فيها نقط قوة كتير. نيجي بقى لأكتر نقطة بجد كان دمها تقيل في الفيلم وكانت معمولة بصراحة بغباء، هي فكرة التعاطف المقحم اللي هنشوفه في مشهدين معمولين بمنتهى السذاجة. هو مشهد انا جبتلك حتة من الاهرامات اللي احنا بنيناها، والمشهد بتاع الراجل اللي دهن نفسه عسل في معسكر التعذيب. طبعا بعيدا عن الفكرة الهطلة بتاعت احنا اللي بنينا الهرم دي، هي ملهاش لازمة خالص. يعني هو كان موجود في القاهرة المفروض تبع الاستعراض اللي بيعمله، وما جابوهوش وهو بيعمل الاستعراض، هو جابوه قدام الهرم ورجع لأمه اللي علاقته بيها طول الفيلم زي الزفت، واتحسنت في اللحظة دي بس علشان يجيب لها القطعة دي ويقول البقين الهبل اللي قالهم دول. بالنسبة بقى لقصة الراجل اللي دهن نفسه عسل، كان في محادثة طويلة في المشهد ده ما كانش ليها علاقة بالموضوع، والشخصية بتاعت مارتي اترخمت علشان تفتح الموضوع، والشخص ده حكى القصة وبعدين انتهى المشهد وخلاص. يعني شيل بقى المشهدين مش هتحس كمشاهد بأي مشكلة في السياق ولا الإيقاع ولا انك مش فاهم اي حاجة، فيعني نقدر نعتبرها بالنسبة لي مشاهد ساذجة ومبتذلة. ولحد هنا خلصت كلامي عن فيلم مارتي سوبريم. اعتقد ان هو بشكل عام فيلم جيد، انا استمتعت بمشاهدته، واحب اعرف رأيكم في الفيلم في التعليقات، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.